السلام عليكم. في قصة موسى عليه السلام وعلى الأنبياء جميعا السلام، ذكر في القرآن الكريم كلمة اليم والساحل. ما هو اليم وما هو الساحل؟ اليم ممكن يكون معظمنا عرفه، لكن ما معنى الساحل؟ أولا في عجالة هوضح ما هو اليم من خلال السياق القرآني اللي ربنا ذكره في كتابه. أولا اليم جه في مواضع متعددة، وبرضه متعلق بقصة موسى عليه السلام وعلى الأنبياء جميعا السلام. ذكر اليم في حالة أم موسى حينما ألقت موسى في التابوت فألقيه في اليم، تمام؟ وفي حالة فرعون حينما أغرقه الخالق هو وجنوده في اليم، وفي حالة سيدنا موسى حينما أحرق العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. في اليم ترى ايه هو اليم؟ باختصار اليم في علم الكلمة القديم بيكتب هكذا، لكن الأجنبي ما عرفش معنى الكلام ولا ما عرفش تركيب الرموز في الخط المصري القديم، فبيدخل عليه الأمر. أيوه، هو اليم جزء من البحر، اليم هو جزء من البحر، لكن اليم ده جزء قبالتك انت، الشيء المقابل ليك. حتى نقولي عندنا يمي أي ناحيتي، أو اليم يمك يعني ناحيتك. فاليم هو الجزء من البحر المقابل لك، لكن فيه ميزة، منطقة ضحلة قريبة من الشاطئ تسمى يم. عشان كده سيدنا موسى نسف العجل في اليم وما قدرش يدخل جوه البحر، هو مشى في المية، خاض في المية إلى أن نسف العجل في الماء، تمام؟ وأم موسى لا تستطيع أن تدخل داخل البحر، فمشت في المنطقة الضحلة وتركت التابوت في المنطقة الضحلة يمها هي بجانب اليابسة، فليلقه اليم بالساحل. لكن في كلمة يم في غرق فرعون وجنوده سر عظيم. هل فرعون أغرق في منطقة ضحلة؟ طب إزاي هيغرق في منطقة ضحلة؟ هنا في سر هيجيبهولك في فيديو آخر بعدين إن شاء الله، بس برضو هأحاجج به اللي هو بيدعي بيقول إيه الحاجة دي معروفة. أنا آسف، لا مش معروفة يا سيدي، والله لو معروفة قول لي ما معنى الطود. ما هو الطود في علم الكلام؟ إيه الطود في علم الكلام؟ الطود العظيم. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لو عرفت معنى الطود هتعرف كيف أغرق فرعون وجنوده، هتعرفها. طيب مش موضوعنا اليم وضحناه. طب امال ايه الساحل؟ اليم على فكره بيتكتب في المصريه القديمه كده، دي مش واضحه الورقه دي، انا هجيبها لك في رسمه وهشرحها لك. عندك الياء سعفتين النخيل ياء، وعندك بعديهم البومه وفيها الدراع كده، دي بتنطق مو فيمو. اخر الكلمه الميه دياتي، الميه دي مخصص 3 موجات فوق بعض، بعديهم بيديك مخصص تاني. ايه المخصص التاني؟ هنا الجمال في الخط المصري القديم بيقول لك ده ايه؟ ده منطقة قريبة من اليابسة، قريبة من الشط خالص، فأعطاك قناة كده وتحتها قطعة أرض. مرة يجيب لك قطعة الأرض، مرة يجيب لك قطعة الأرض كده، حتة بتاع كده قطعة أرض زي عاملة الصابع كده، دي معناها أرض، فوقها قناة يعني أرض، فوقها منطقة ضحلة مية. ومرة يجيبها لك كده تحتها دي معناها أرض متشبعة بالمياه وفوقها مياه بس منطقة ضحلة، ده اليم. لما بيرمز للبحر حتى البحر المتوسط بيسميه مسمى آخر، بيسميه الواج ور. الواج يعني المواجه العظيم. ليه؟ لأنه بيواجهك مواجهة عظيمة حينما تبحر بداخله، فبيسمي كان البحر الواج ور. والبحر له معنى في علم الكلمة القديم، معناه الجاري المتدفق. البحر هدار، البحر شيء عظيم جدا، إذا بقيت فيه أنت هتعافر، هتصارع. أما اليم مش هتصارع، اليم منطقة ضحلة. النهر حاجة تاني خالص، يعني نهر النيل مش يم ولا نهر. نهر النيل ده بحر تاني، نهر النيل بحر، والبحر المتوسط بحر به يم. كل البحار بها يم، كل البحار بها يم، فيها يمي ويمو. فهمت دي؟ ده المعنى. طيب ما هو الساحل؟
الساحل دي كلمة قديمة كانت بتطلق على مناطق الصيد. منطقة الصيد تسمى ساحل. ركز كويس معاي، منطقة الصيد تسمى ساحل. ليه احنا أطلقنا على منطقة البحر القريبة من الشاطئ ساحل؟ لأن دي المنطقة اللي بيكثر فيها الصيد، كلنا بنعرف نصيد فيها، فأخذنا الكلمة من القدم وأسقطناها إحنا على المنطقة دي. لكن في القدم ما كانتش كل منطقة البحر اللي على الشاطئ تسمى ساحل، كانت تسمى يم. طب هم كانوا بيطلقوا على إيه الساحل في القدم اللي إحنا أخذناها وأسقطناها على كل منطقة البحر المواجهة للشاطئ اللي الساحل؟ يعني مش هو ده المعنى الحقيقي في كلامنا الحالي، لكن معناها الحقيقي في الكلام القديم هي منطقة صيد معينة في النهر، على شاطئ النهر، قريبة من البحر، قريبة من البحر أو من النهر أو من أي مكان، إما طبيعية وإما صناعية. المنطقة دي لها مميزات، ما فيهاش مية جارية، بها شجيرات وبها حشائش. كان الملك بجانب القصر بيصنع ساحل. حتى الآن عندنا في مصر الصيادين بيجوا على ضفاف النيل أو على ضفاف الترع، على اليم بتاع الترعة أو اليم بتاع النيل، وبيصنعوا منطقة معينة ليهم بالحشائش كده، مش عارف بيسموها إيه، بيسموها الدروة، معرفش. بيصنع منطقة معينة كده، بيحاول يخلي التيار ما يعديش فيها، يحجب عنها التيار بحيث السمك يرتاح فيها، السمك يقدر ياكل ويقعد مرتاح، وبيحط فيها أكل. دي هي الساحل. فكان بجانب القصر الملك بيصنع ساحل، منطقة صيد خاصة بيه تسمى الساحل. فربنا أمر أم موسى في سورة طه آية 39: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. طب هو راح فين الساحل؟ عشان أكد لك الكلام، عند آل فرعون. طب هي الحتة اللي عندها مش ساحل؟ لا، الساحل ما فيش عندها ساحل، ما فيش عندها، هي منطقة صيد. لكن اليم ده، اليم اللي هي منطقة ضحلة، التيار الخفيف اللي في المنطقة الضحلة أخذ موسى إلى منطقة الساحل، منطقة الصيد اللي هي بجانب قصر فرعون وآل فرعون في المدينة، اللي هي على بحر النيل، على البحر. هي دي المنطقة اللي التقطه. طيب ركز معايا فالتقطه آل فرعون. ما معنى التقاط؟ الالتقاط صيد. صيد. بص عندنا في مصر نقول الحاجة دي لقطة. لقطة يعني لقطة يعني ملتقطة. يعني ملتقطة يعني حاجة ما بذلتش فيها مجهود، حاجة مش بتاعت حد، ما صرعتش عليها، ما حدش نفسني فيها، أو خدتها من واحد كأنها جت ببلاش، ليه؟ كأنها صيد. فنقول دي لقطة، ده أنا لقطتها لقط. دي اللي هو الصيد، يسمى التقاط الصيد. فعشان كده ربنا قال لك ايه؟ فالتقطه، اي اصطادوه. مين؟ آل فرعون. وهل تعلم ان موسى معناه الملتقط من الماء او المصطاد من الماء؟ ده في علم الكلمة القديم معناه كده، موسى الملتقط من الماء، او الذي اتى من منطقة الصيد، هو الملتقط من منطقة الصيد. حتى ربنا يقول فالتقطه آل فرعون. إذا الساحل هو منطقة صيد، إما طبيعية وإما بتصنع. ده في القدم. حديثا إحنا سمينا كل منطقة البحر القريبة من الشاطئ ساحل. وأصل الكلمة موجود معايا بفضل الله في الخط المصري القديم، بالدليل موجودة في الخط المصري القديم، مش تخيل. أنا أحدثك، بكلمك بعلم حقيقة بفضل الله، وعلم الكلمة علم حقيقة. ما معلش، لن تعرف، ما أنت مش هتعرف معنى الكلمة إلا بمدلول الكلمة، بكلمات برضه هدلك على المدلول، مش هتتخيل. أنا مش متخيل بفضل الله، موجود عندي الأصل في الكلام، واللي هيقول لي غير كده يجيب لي الأصل اللي موجود ويطابق المعنى مع بعضه يكون متوافق. أنا قلت لك الساحل منطقة صيد، هتقول لي الساحل دي جانب البحر، هقول لك أم موسى كانت بجانب البحر. ليه ربنا سماه يم؟ ليه ما سماهش ساحل؟ ليه ما سماهش ساحل؟ طب هيلتقطوا آل فرعون من قلب البحر؟ لا، هم التقطوا منطقة الصيد بتاعتهم.
اللي بيصنعوها جنب القصر بيتنزهوا فيها، بيروحوا عن نفسهم. بيطلع الملك بيبدأ يرفه عن نفسه، يعمل نزهة كده بسيطة في منطقة الصيد ديات الساحل، ويصطاد مع نفسه أو معاه الآل بتوعه. دي مجرد فكرة سريعة، طبعا عايز تفصيل أكبر وأكبر. فاضل، كيف أغرق فرعون في اليم في المنطقة الضحلة دي؟ وإيه هو الطود العظيم؟ إيه الطود العظيم؟ ما معناه؟ طب ما معنى فرعون؟ طب ما معنى هامان؟ أفتوني في أمري، أفتوني في أمري. قولوا لي ما معنى فرعون؟ وما معنى هامان؟ قالوا لك دي أسامي أعجمية، وفي الآخر لما تيجي تفسر القرآن بخطوط أخرى أو بكلمات أخرى يقول لك أنت بتفسرها بغير عربية، القرآن عربية. طب أمال ليه فرعون يقول لك ده أعجمي؟ طب يعني في القرآن في أعجمي؟ يقول لك أيوه ده عادي عشان هم عايزين كده، ما يعرفوش إن فرعون عربية برضه وهامان عربية، بس هم لا يفقهوا شيئا، آسف والله. ويبدأ ينكر تبعا لهواه هو. أكبر دليل إني ما أطرحه لك هو عربية، فرعون وهامان وقارون وموسى ومريم وعيسى، كل الأسامي دي، وداود وسليمان، كل الأسامي دياتي موجودة في القرآن. قالوا لك ده أعجمي. ليه أعجمي؟ عشان ما نعرفوش. طب وإن عرفتوه مش موجود عندنا يبقى أعجمي، على أساس إن مخزون الكلام كله لازم يكون عندنا إحنا، وغيرنا ما عندوش حاجة خالص. آسف في الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.